مسلسل اللعبة الجزء الرابع. هل قدر الجزء الرابع من مسلسل اللعبة إنه يكمل نجاح أول جزئين من المسلسل، ولا خيبة أمل زي الجزء الثالث؟ وعلشان نجاوب على السؤال ده لازم نتفق الأول إن الكوميديا بالذات هي أذواق بتختلف من مشاهد للتاني. يعني اللي هيضحكني مش لازم يضحكك، والعكس. بالنسبة لي ترتيب أجزاء مسلسل اللعبة هو الجزء الثاني أفضل جزء من أجزاء المسلسل، ويجي بعديه الجزء الأول ثم الجزء الثالث اللي ما كانش موافق بالنسبة لي تماما. وهنتعرف على ترتيب الجزء الرابع بالنسبة لي لباقي أجزاء المسلسل في نهاية الفيديو. بداية مسلسل اللعبة الجزء الرابع كانت بحلقتين بتعرفنا بيهم ايه اللي هيحصل لشخصيات المسلسل بعد ما اللعبة خلصت في الجزء الثالث، وازاي اللعبة هترجع الشخصيات تلعب تاني. وبالنسبة لي كانت بداية مش موفقة، ده بالنسبة طبعا لأول حلقتين، بسبب محاولات كتيرة للكوميديا كانت موجودة فيهم وما كانتش ناجحة خالص، ومبالغات كتيرة مش ظريفة وممكن كانت تقفلك انك تكمل المسلسل. ما كانش فيه تغيير عن الجزء الثالث لغاية البداية الحقيقية للمسلسل بالنسبة لي اللي كانت مبشرة جدا للكوميديا، وده في الحلقة الثالثة بتحدي إعادة كل فرد في الفريق اللي كان بيعمله، واللي من وجهة نظري كان أكتر حلقة هي والرابعة ليها تأثير كوميدي كبير من جانب كل الشخصيات. من ضمن المشاهد اللي كانت حلوة جدا في الحلقة الثالثة والحلقة الرابعة كانت مشاهد كتير طبعا، بس من ضمن المشاهد المميزة كانت شخصية وسيم وهي بتعيد عيد الميلاد كل شوية، وشخصية مازو وهي بتعيد الحادثة مع سعدون، وشخصية بسيوني وهي بتدي الحقنة لشويكار كل شوية. دول أكتر مواقف كل ما أفتكرهم أو أتفرج عليهم تاني لازم أضحك، وكانوا حلقتين ممتعين جدا. ومن بعديه شكل المسلسل كان عبارة عن تحديات أفكارها حلوة وتنفيذها كان ممكن يطلع ضحك أكتر من كده، زي تحدي إكس أو. فكرة التحدي مش جديدة بس حلوة، وقماشة حلوة جدا يطلع منها ضحك كتير، بس المسلسل قلل من فرص الضحك، بقت حلقة بترسم ابتسامة مش ضحك اللي الواحد كان بيتوقعه من فكرة التحدي. أو تحديات أفكارها حلوة وطريقة تنفيذها مش موفقة تماما، زي على سبيل المثال تحدي عصر الجاهلية، ما كانش بتضحك خالص وكل المواقف مش موفقة تماما للضحك. وما بين كل تحدي والتاني كان بالنسبة لي وقت ضايع، مشاهد مش بستفيد منه ولا بكوميديا ولا بدراما. وكان في محاولات كتير الكوميديا لكن كانت غير مجدية تماما، لغاية ما وصلنا للحلقة ال25، ودي كانت حلقات دوري الأبطال اللي أنعشت المسلسل كتير. وأخيرا بقت محاولات الكوميديا ناجحة. وعموما فكرة المسابقة مش جديدة بس كانت حلوة، كوميدية جدا لكل الشخصيات، ده غير ضيوف الشرف اللي كانوا بيضيفوا كتير من الكوميديا، زي ريهام عبد الغفور، عصام الحضري، اللي كان استغلالهم بطريقة حلوة جدا. ومن هنا بدأنا حلقات مميزة جدا في المسلسل حتى نهايته، وعرفنا بيها شخصية اللعبة بطريقة حلوة. ولولا بس التخمينات الكتيرة اللي كانت موجودة على السوشيال ميديا لنجوم كبار على أساس إن هي اللي كانت بتمثل شخصية اللعبة، كان المشاهد انبسط أكتر لما عرفنا مين شخصية اللعبة. من أكتر الحاجات اللي حبيتها في المسلسل هو النقاشات اللي كانت حصلت بين المشاهدين في التشجيع بين فرقتين مازو ووسيم. وأنا بصراحة كنت من ضمن الناس اللي بتشجع فريق مازو، وده بسبب مبالغات كتيرة موجودة في فريق وسيم. من أول علاقة وسيم بإيسو ومبالغات الرومانسية والتلزيق اللي كانت حلوة في الأول، بس استمر الإفيه ده في كل مشهد بينهم لغاية نهاية المسلسل، لدرجة إني ما كنتش حابب مشاهدهم من كتر ما خلاص كفاية تلزيق. ومن ضمن اللي ما عجبنيش في فريق وسيم هو ليه وسيم كان بيلبس كده، لأنه لو كان بيهدف للضحك فما كانش بيضحك. وانا بتكلم بالنسبه للبسه في مشاهد الوظيفه الخاصه بيه في الكومباوند. وبما اننا بنتكلم عن الشخصيات اللي مش موفقه في المسلسل،
من ضمنهم ضيف الشرف أكرم حسني بشخصية بسيم. ممكن ضحكنا في أول مشاهده هو وسيم، بس ما كانش موفق في باقي مشاهده في المسلسل. وبما إننا بدأنا نتكلم عن الأداءات التمثيلية، فلازم نتكلم عن هشام ماجد، من أحسن ممثلين المسلسل من بداية الموسم لنهايته. ومن أكتر الممثلين اللي ضحكوني في المسلسل هو ومحمد ثروت. بس بداية أداء محمد ثروت ما كانش موفقة قوي في بداية الموسم، وقت لما كان غني وبدأ يبقى يضحك أكتر، وبدأ أداءه يبقى أفضل كوميديا لما رجع تاني لدور الفقر. هو طبعا رجع تاني لنفس حركاته المحفوظة اللي احنا عارفينها من ساعة ما عرفنا محمد ثروت، بس قادر انه يضحكنا لغاية دلوقتي. من ضمن الشخصيات المميزة في المسلسل شخصية عصفورة، وشخصية بسيون الملط، وشخصية غريب البواب، مع تحفظي عن المبالغة في لبسه كبواب، اللي كنت بحس انه في شخصية هندية موجودة في المسلسل. ومع ذلك فمن الشخصيات المميزة كمان الموجودة في المسلسل شخصية سعدون، وشخصية الدكتور النفساني، وده بالنسبة للأدوار الرئيسية الموجودة في المسلسل. وباقي شخصيات المسلسل، من ضمن الشخصيات اللي عجبتني جدا في المسلسل كان شخصية رئيس العصابة وابنه، اللي كان كل ما بيبقى ليهم مشهد في المسلسل لازم يبقى كوميدي وبيضحك. مسلسل اللعبة الجزء الرابع ما قدرش يوصل لنفس مستوى الكوميديا للجزء الأول أو الجزء الثاني، لكن هو أفضل بكتير من الجزء الثالث. ونتمنى إن الجزء الخامس يبقى أفضل، لأن مسلسل اللعبة بقى من ضمن المسلسلات الكوميدية القليلة اللي المشاهد بيستناها، وده بسبب قلة الأعمال الكوميدية حاليا. تقييم المسلسل اللعبة الجزء الرابع هو 5.5/10. وإيه رأيكم في أفضل ترتيب لأجزاء مسلسل اللعبة بالنسبة لكم؟ ياريت تشاركوني بيها في الكومنتات.